طيب خلينا نمسك الجزء الاول من السؤال اللي هو انا المفروض يبقى عندي كام غلطه. ودي من المأساة اللي بعض الطلبه بترتكبها احيانا. ان هو بيعمل ايه؟ ان هو لما بيحل الامتحان بيبتدي يقيم انا جايب كام من كام. لحد هنا ما هو ارتكبش خطأ، حقه، ما عنديش مشكله. فيحل الامتحان مثلا ويجي يقيم انا عندي كام غلطه، انا عندي 4 غلطات، انا عندي 5 غلطات. فيبتدي يقفل الامتحان ويبتدي يسأل مع نفسه ويسرح في خياله الشاسع الواسع كثير الخيال، وابتدي يقول يا ترى انا كده في الامتحان كنت هغلط ال5 غلطات ولا لا، يا ترى يا ترى يا ترى يا ترى يا ترى. وده يخلينا نقود سؤال قبل ما اجاوب. هو انت بتحل الامتحان ليه؟ هو ولد ولا بنت؟ هو انت بتحل الامتحان ليه؟ يعني انت لما تيجي تحل امتحان بتحليه ليه؟ عشان تقيمي نفسك انت هتعملي ايه في ثانويه عامه؟ ماشي خلاص ماشي. ماذا لو الراجل غير كام فكره؟ انا ما بحلش امتحان عشان كده على فكره. انا بحل امتحان عشان اشوف ثغراتي. بمعنى تقييمي النفسي يا جماعه حاجه من الاثنين، يا اما انا عايز اعرف بس النهارده ايه؟ انا جايب كام؟ انا بنقص 5 غلطات، شكرا يا جماعه السلام عليكم. لا انا كده ما استفدتش حاجه. النهارده الولد اللي بيغلط 5 غلطات ويقفل الكتاب ويروح يعني يفتح يعمل حاجه تانية، احنا ما استفدناش حاجه بحله خالص خالص. احنا ما استفدناش حاجه. احنا كنا عايزين ال5 غلطات دول نفهم انت غلطتهم ليه. فهل طبيعي ان انا اغلط؟ طبيعي ان انت حد ليله الامتحان طول ما انت ماسك الامتحان لازم تغلط. ما غلطتش خلاص ده توفيق. لكن الاصل انا بتعلم عادي، ايه المشكله؟ طب ما انا خايف مش بتاعتك. ما احنا لسه كنا بنقول اهو قلبي النهارده انت غلطت 5 غلطات صح؟ طبعا انت مستنيني اقول لك ايه؟ لا يلا خش قفل مش عارف. ده كلام مش واقعي، ده كلام مش منطقي، ده كلام انا بضرب على وتر العاطفه اللي انت تتحمس فتيجي تحل في الامتحان تصطدم بالواقع فتفتكر المشكله فيك. المشكله مش ان انت تقفل امتحان انت بتحله. لو قفلت امتحان ممكن تحل امتحان تاني هتغلط معايا. واي امتحان انت النهارده لو جبت ادخن تخين في الحياه خليته يحل 10 امتحان مستحيل يقفلهم. مش منطقيه، مش طبيعي الا امتحانات سهله. فانا عايز ايه؟ انا دوري ان انا الم اكبر قدر ممكن من المعلومات. طيب انا عندي 5 غلطات، دوري لا الم ال5 غلطات دول، ولما احل امتحان تاني بقوا بغلطتين دوري الم الغلطتين. طب لو حليت امتحان تالت غلطت 3 غلطات تانيين خالص، هاتهم افهم. ففي حاجه اسمها مذاكره الاخطاء يا جماعه، ان انا امسك ورقه وقلم كده وامسك السؤال ده رقم 30 انا حله الف، المستر حله باء، ليه؟ وافهم الراجل ده بيقول ايه. ده قال شوف قال في لفظ كده انا ما خدتش بالي منه. لا يبقى انت كده فلان ركز بقى، ركز وانت بتحل بقى، خد بالك يا اخي. يبقى انت خلي بالك انت بتتسرع في الحته دي كده، انا استفدت. فمش مهم لما احل امتحان اغلط قد ايه، مش ده المهم. المهم لما اغلط انا بعمل ايه. خلاص يا جماعه، خلاص متفقين تمام. قلت لحضرتك انا عايزك بس الفتره دي عندك ايه، حط مشاعرك في الثلاجه، حط مشاعرك في الثلاجه. انا عارف ان الموضوع يبدو صعب والموضوع يبدو مش منطقي، الموضوع يبدو كده، بس صدقني عارف انت قوله تعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم. دي آية رهيبة، لكي لا تأسوا على ما فاتكم. فكرة ان الانسان يفضل يبكي على ما فات طول الوقت فكرة مميتة. محدش طلب من حضرتك تعملها، ولا حد طلب من حضرتك تفضل تفكر في المستقبل بتاع بكرة ماذا لو، برضو فكرة مميتة محدش طلب منك تعملها خالص. ليه؟ لان قلنا قبل كده مرارا وتكرارا ان المستقبل ايه ضماناته يا جماعة؟ مش ضماناته. انا عايز اضمن مستقبلي. انت ايه اللي مخوفك وايه اللي مقلقك وايه اللي رعبك؟ ان انت عايز تضمن مستقبلك، صح كده؟ طب احنا اصلا مين في الحياه يقدر يضمن مستقبله؟ انا ما اقدرش اضمن مستقبلي، بابا ما يقدرش يضمن مستقبله، ماما ما تقدرش تضمن مستقبلها، اخواتك الكبار ما يقدروش يضمنوا مستقبله. مفيش حد يقدر يضمن مستقبله، محدش يقدر يعمل ده. في بابش محدش يقدر يعمل ده خالص. وتعالى نروح لمثال قريب حضرتك عاصرته وقلنا مرارا وتكرارا، بس تعالى من باب وذكر. احنا قلنا من 2020 كانت في ناس مأمنة مستقبلها كويس جدا، صح جدا، شركات عظمى مأمنة مستقبلها، ناس مأمنة مستقبلها تأمين رهيب.
اما مأمن مستقبله في وظيفه مرموقه او مأمن مستقبله بمشروع. لما حصل الكورونا ايه اللي حصل؟ فين المستقبل؟ مفيش مستقبل. فكره الضمان ده مش موجوده، ما عندناش يا جماعه. انت ممكن قلت لك لو انت بتشتري ثلاجه، الثلاجه عليها ضمان، لو حصل لها حاجه تكلم الشركه تيجي تصلحها لك. انت معلكش ضمان، انا معليش ضمان، معليش ضمان كمستقبل. في المستقبل لا يضمنه الا الله بس. مهما اخدت بقى بناخد بالاسباب وبنتشقلب وطلع رجلك فوق وقف على ايدك وفكر عقلك الباطني وحط الاسباب وحط الخطط، كل ده على دماغنا من فوق، بس في النهايه كل ده لا يضمن المستقبل. طب ايه الحاجه اللي تضمن المستقبل؟ مفيش حاجه تضمن المستقبل، مفيش حاجه. وده مش كلام ما يخوفك، ده كلام يفرحك، ده كلام يفرحك، لان ده كلام واقعي. مفيش ضمان للمستقبل. بس في ميزه عندنا جميله، وعلى فكره من ضمن الكلام برضو اللي بيتقال خطأ، اجتهد عشان توصل اللي انت عايزه. لا على فكره هو مش كده. في ناس كتير بتجتهد وما بتوصلش اللي هي عايزاه. في ناس بتبذل مجهود رهيب وما بتوصلش اللي هي عايزاه. ده بيحصل؟ طبعا بيحصل. بيحصل كتير؟ طبعا بيحصل كتير. طب ما دي حاجه مخيفه في الحياه؟ بالعكس، دي حاجه مش مخيفه، حاجه مش مخيفه خالص. هو المطلوب او المفروض تتقال ازاي؟ اجتهد عشان توفق. وصلت اللي انت عايزه خير، وما وصلتش اللي انت عايزه خير يقينا، مش خير طبطبه. اصل في خير اللي هي ايه؟ خير ان شاء الله خير. لا مش خير طبطبه، خير يقينا، خير يقينا. هو فعلا انت بذلت مجهود في اي حاجه في الحياه. احنا بنجتهد في الحياه في اي جزئيه انت بتجتهد فيها عشان توفق، عشان ربنا يوفقك. اي حاجه بتعملها في حياتك انت بتعملها وبتبذل فيها مجهود عشان ربنا يوفقك في الحياه، فتعيش شخص صالح مصلح. فين بقى موضع المكان ده؟ مش بتاعتك. في الكليه الفلانيه او الكليه الفلانيه، في الشغلانه الفلانيه، في الشغلانه الفلانيه، في الزوجه الفلانيه، مش بتاعتك، مش بتاعتك، دي مش بتاعتك. واحمد ربنا ان هي مش بتاعتك، لان هي لو بتاعتك كان الموضوع في الحياه بقى صعب. كان يا جماعه اللي بيجتهد في حاجه معينه وما بيوصلش الحاله ايه؟ يموت. ايه ده؟ لا ما انت مش مطالب بده اصلا. انت مش مطالب بده، ولا انا مطالب بده، ولا حد مطالب بده. انت مطالب بتعمل ايه؟ بتبذل المجهود اللي عليك، ثم في النهايه لك ربنا يوفقك. ولا يظلم ربك احد. بس خلاص، بيقين، بس بيقين. واضرب الدنيا طناش. العنصر ده مع العنصر ده مهم جدا يا جماعه. انا بعمل اللي عليا بس مش مهتم، بعمل اللي عليا بس مش مهتم. شفت الاثنين دول؟ العنصرين دول في الحياه حاجه رهيبه جدا. بعمل اللي عليا ومش مركز في النتيجه، مش مركز بالحياه، مش مركز بالمستقبل، مش منشغل بالمستقبل. لو انت حصلت العنصرين دول هتعيش انسان امن مطمئن، هتعيش انسان طبيعي. عشان في ناس يا جماعه هي بتنجح، خلي بالك، في ناس بتنجح بس بتنجح معقده نفسيا. والله في ناس بتنجح بتبقى انا بس معقد نفسي، معقد، حد معقد نفسيا. ليه؟ لان هو ناجح بس طول الوقت شاغل نفسه بالايه؟ اصل هي كذا، اصل ماذا لو، اصل هو نجح وممكن يوصل اللي عايزه بس معقد نفسي. انا مش، انت ما استفدتش حاجه، انا ما استفدتش حاجه. احنا مش عايزين نطلعك معقد نفسي في الحياه. كفايه في معقدين كتير، فمش عايزين نزودهم فئه جديده وجيل جديد. يطلع جيل حتى وان كان ناجحا في امر بس هو معقد نفسي في الحياه، يبقى معقد نفسي في التعامل، يبقى معقد نفسي مع اولادي، يبقى معقد نفسي مع زوجتي، يبقى مع زوجتي، يبقى معقد نفسي في عملي. طب وليه؟ طيب ليه؟ احنا ايش استفدنا بقى بنجاحك؟ ما استفدناش حاجه. فاحنا عايزين من حضرتك تبقى انسان سوي، انسان سوي صالح مصلح. ده تحققه ازاي؟ انا لما بتحط في حته بعمل اللي عليا فيها، اما بتحط في حته بعمل اللي عليا فيها، وانا عارف يقينا 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 ان رزقي ده بايد ربنا. عشان كده قال تعالى ايه؟ ربنا ما قالش وفي السعي رزقكم ولا في الاجتهاد رزقكم، صح؟ لا، بتقول ايه؟ وفي السماء رزقكم. الرزق مش بتاعك ولا بتاعي ولا بتاع حد، الرزق ده بتاع ربنا. عشان كده الله هو الرزاق، من اسماء الله سبحانه الرزاق. فانت تبقى موقن بده فمطمئن. خلاص تمام كده. عشان كده لما كان اظن في عهد الدوله الامويه ولا العباسيه مش متذكر، لما كان بهلول المجنون، لما كان في واحد اسمه بهلول المجنون، فلما كانوا بيقولوا له ان الخبز
غاليه. فبهلول له هتعمل انت تجيب خبز منين؟ فقال وما لي صالح عليه ان اعبده كما امرنا فيرزقني كما وعدنا، او فيرزقني كما وعدني. مش بتاعتي انا، مطلوب مني اعمل ايه؟ ربنا امرني بده اعمله، مطلوب مني اعمل دي اعملها. انا اتحطيت في حته اتقنها. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال من اذا عمل احدكم عملا فليتقنه. اتحطيت في حته اتقنها. ماذا لو مش بتاعتي، مش حياتي، مش قصتي، مش بتاعتي؟